تعالوا نسوي ورق عنب كلش هواية طيب ومرتب ومعدل. أول شي نحتاج إلى ورق عنب يكون جاهز، بعدين معجون، وعندنا الرز مالتنا واللبن والبهارات، ملح، ليمون دوزي، كمون، بابريكا، فلفل حار، نضيف عليه الفلفل البارد. هنا عندنا ضفنا عليه الفلفل الأسود، بهارات الدولمة، نعناع المجفف، الثوم البودر، أي شي يعجبكم. طبعا هنا ضفنا الماجي. طبعا هاي المقادير أو هاي الخلطة كلش هواية طيبة. ورق العنب يجينا مسلوق بهالشكل هذا، يعني احنا نشتريه جاهز، اوكي، يعني موجود العلب، او انتم عندكم مالت حديقة فريش يكون بعد افضل واحسن واطيب. فهاي الطريقة مالتنا كلش خرافية. تقدرون هنا تضيفون عليها عندكم مثلا نضيف عليها القهوة ينطيها لون خرافي. وبعدها هنا ضفنا البصل والطماطة بهالترتيب هذا. راح نبقى نخلط بيها لحد ما تتجانس كل المواد مع بعضها. احنا ضروري نجانس المواد كلها، وبعدين نضيف لها دهن. اوكي، هذا الدهن ينضاف عليها فتصير عندكم تمام. بعدين نجيب الورق العنب مالتنا على مود اللفه، تجيبون صينيه، تجيبون بايركس، اي شيء بكيفكم على مود تلفونها بيه. اوكي، يعني تسهل عمليه يعني اللف وتبقى نظيف الورق العنب. خلينا هيك الحشوه يمنى يسرى، كفيناهن على الوسط، بعدين شوي شويه نبدي نلف بيها. شوفوا شلون راح يطلع لكم الشكل مالته، كلش هواي حلو. شلون شكله يخبل. هاي كل الورق العنب هالشكل هذا نسويهن ونرجع لكم عيوني. وبعد ما سويناهن الجدريه مالتنا هسه طلعت لكم اياها على الحديقه. تحت الجدريه خليت دهن، وخليت عندي هناك جزر، وعندي بطاطا. اوكي، فبديت خليت الورق العنب، فوق الورق العنب خليت الصلصه. هي عباره عن دبس رمان ومي وزيت ونعناع مجفف، اوكي، وعصره ليمون وشويه ملح على مود نعطيها طعم كلش هوايه طيب. فهسه تعالوا نخليها الجدريه. بعد ما خلينا الجدريه وين على الطباخ، اجينا عليها لقيتها. دائما لازم تخلون الماعون، يعني ضروري تخلون ماعون بيها. شوفوا ما شاء الله شلون الشكل مالتها. هاي اخذت وقت عندي 4 ساعات على انصى نار عندكم، على مود عندكم يذوب ذوب الورق العنب. بعدها هنا نجيب الصينيه مالتنا ونبدا نخلي الورق العنب بهالترتيب هذا. الشكل مالته والريحه والطعم طيبات كلش هوايه. فانا انصحكم دائما تسوون هيك الورق العنب اللي راح يطلع لكم بيرفكت. وهاي اجواء الطبيعه قبل الفطور مالتنا. شوفوا ما شاء الله اجواء الحديقه كلش هوايه حلوه. منو طبعا يحب هيك اجواء؟ اللي نريده منكم تسوون لايك حلو، وتشيرون الفيديو مع اصدقائكم، وتشتركون اذا كنتم مشتركين، وتفعلون زر الجرس. وهذا المشمش ما شاء الله مورد، والاجواء صايره كلش حلوه مالت الربيع. لكن احنا الحوش مالتنا كلش هوايه متروس، يعني عشب، وهذا الترتيب ننتظره بس على مود نقدر نحرقه. وبعدين اجيت على الوالده لقيتها قاعده تسوي خبز عروق، وادري بيكم انتم من محبين خبز العروق. هاي الخبز العروق العجينه العاديه مالت الخبز نخلي وياها بصل وطماطه وكرفس ولحم وشحم، اوكي عيني، بس نخلي يعني شغلات قليله على مود ما يقع عندكم الخبز ولا يبدي يتفتح او يتهزل عندكم الخبز. تمام عيني. هسه بهالشكل هذا مباشره عدلوا قبل على التنور. لازم بهالشكل هذا تضربونها بالتنور، وبعدين بايدك تخلي مي وتسوي بهالشكل. ليش تخلي المي هيك؟ على مود تصابع وتنطي شكل مالت الاصابع بيها كلش هوايه حلوه. وهذا شلون مستويه من الظهر والوجه مقسبه فول. وهذا الشكل النهائي مالت الخبز العروق مالتنا كلش هوايه معدل. وتستاهل الوالده لايك وتفعلون الجرس عيوني.